نروح لنقطة تانية، وفي ناس كثيرة جدا عمورة يعني بتستفسر عن النقطة دي، نقطة الماديات والرواتب. وخلينا أصيغ لك السؤال بصيغة أقل راتب من وجهة نظرك الشخصية، واحد كده بمفرده يسافر عليه السعودية كحد أدنى، يكون كام؟ أقل راتب من وجهة نظرك، شخص انا واحد. عملت النقطه اللي انت بتتكلم عليها سؤال عابر دي، عملت فيديو عليها يمكن 10 15 دقيقه، أيوه، وكنت بختصر الكلام أنت بتختصر الكلام. عن أيوه، المعيشه في السعودية. في المستوى ازاي عشان تقدر تعيش في السعوديه الوقت الحالي. علشان تقدر اقل مستوى معيشه عشان تيجي تعيش، خلينا صراحه، أيوه، عايز راتب اقل من 3000 ريال. تمام. اقل راتب عشان تيجي تسافر 3000 ريال. وما تقوليش انا هاجي على راتب وجاي عشان اكل واشرب. لو هتيجي تاكل وتشرب بس، خليك في خليك في بيتك، بلدك. خليك في بلدك. لو هو ده لو انت هدفك من السفر ان انت تيجي تاكل وتشرب، فانت بتاكل وتشرب هناك. بالظبط. فانت لا، عشان وبتاكل تيجي وبتشرب بقى في بلدك، وبتغسل والحاجة بتظبط لك الدنيا، وزوجتك معاك، وأمورك طيب. جرب عشان تقدر. بس مجرد ان انت يكون بدايه ليك، عايز راتب 3000 ريال. تمام. والراتب ده بيختلف الفايده بتاعته من مكان لمكان. بمعنى ان انت لو قاعد في مدينه كبيره غير مدينه صغيره، الاسعار السكن واسعار الايجارات بتختلف من مكان لمكان، من مدينه كبيره لمدينه صغيره. مدن كبيره زي جده والرياض والمدينه الاسعار فيها بتختلف عن مناطق اللي فيها المناطق الصغيره. كل منطقه منطقه كبيره في حوالين منها مناطق صغيره او الاماكن البعيده، الاسعار بتختلف فيها، فانت الراتب بتاعك هيختلف. لكن في العموم عامه، راتب اقل من 3000 ما ينفعش كمستوى معيشه كراجل جاي يبدا. ما ينفعش انك تيجي اقل من 3000 ريال، لان مبدئيا انت عايز اكل وشرب، عايز اكل وشرب نرم. وسكن باقة اتصالات. ونت وكهرباء واتصالات. 5 أو 6 بنود. الخمس او ست بنود لوحدهم لا يقل عن 1500 ريال لو احنا جمعناهم زي ما بيقولوا بالميت كده، ما عشان تغطي احتياجاتك. تغطي احتياجاتك الأساسية. 1500 ريال كاكل وشرب وكمعيشه لو انت هتعيش في المستوى المتوسط. ويبقى معاك، يتبقى معاك مبلغ، مش هنقول انت مش هتدخل في الرفاهيات خالص، فالامور بتاعتك يعني حتى هنبعد عن الرفاهيه. مش هنتكلم في ان انت تدخل رفاهيات نفسك، او انت يبقى عندك مجال ترفه عن نفسك، ويقول لك مش هتيجي هنا عشان تموت، فلازم يكون لان لبدنك نفس الحق. انت محتاج ان انت يبقى انت عندك وقت للترفيه ترفه فيه عن نفسك. طبيعي. والترفيه ان هنا نفسك عليك حق، ان نفسك عليك حق. ايوه، بس احنا مش هنذكر الموضوع ده. الترفيه هنا مش ببلاش. يعني. في اي مجال مش ببلاش ان هو واسع او غالي او كلام من ده. لا، هيبقى في مصاريف. يعني انت هتخرج خروجه محتاجه مصاريف ايا كانت. ايا كان. فانت شوف انت هتحبس نفسك ولا هتخرج. فخليك انت هتحبس نفسك، يبقى انت محتاج انت على الاقل 1500 ريال اكل وشرب وسكن شهريا. فلو انت مش جاهز ان انت وانت جاي تشتغل ان المبلغ ده هيكون متوفر معاك، يبقى لا، انت هتبدا حياتك تبدا تتداين وتبدا حياتك بدين، فمش هينفع. فالموضوع يبقى صعب. يعني نطلع من النقطة دي بأقل راتب من وجهة نظرك. واحد بمفرده هيسافر بعيدا عن تخصصه أو مجاله، وحد أدنى 3000 ريال. 3000 ريال. طب انا شايف هنسيب كده. تمام، هنسيب نفس السؤال. أنت في عندك إضافة تانية قبل ما نروح للجزئية برضه في السؤال؟ الموضوع في الكلام ده مفتوح، بس عشان نختصر الموضوع، عشان الناس اللي بتتفرج علينا ما تزهقش مني. لا انا والله العظيم انا مستمتع جدا، بكلامي معاك. انا بستمتع جدا، شخصيه جميله، وانا بستمتع جدا بكلامك واضافتك، وانا بستفاد حتى منك من اللمسات والاضافات اللي انت بتقولها. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. نروح لنقطه ثانيه.